السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة الفرنسية مع مستر خالد برسيم. الفيديو ده هنقدم فيه الدرس الثاني وبيتكلم عن إيه؟ الدرس الثاني بيتكلم عن أيام الأسبوع، شهور السنة، إزاي أقدر أعبر عن تاريخ الميلاد بتاعي. مليان حشو كتير وكذلك عن الأعداد لحد 100. الجزء الأولاني اللي هنتكلم فيه النهاردة وهو أيام الأسبوع. كلمة يوم اسمها un jour. كلمة يوم un jour، يوم un jour. إنما كلمة أسبوع اسمها une semaine. une semaine. يبقى أنا حفظت كده خلاص إن كلمة جور كلمة مذكرة، ولكن كلمة أسبوع اللي هي سمين كلمة مؤنثة. جور وسمين، أيام الأسبوع. ان جور يوم، اون سمين أسبوع. يبقى عرفت إن كلمة جور مذكرة، إنما كلمة أسبوع كلمة مؤنثة عشان لما يسألني فيها في المذكر وفي المؤنث. فالعنوان بتاعنا اسمه لي جور. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine يعني أيام الأسبوع. أيام الأسبوع في مصر وفي فرنسا هم 7 أيام، وفي كل حتة هم 7 أيام، ولكن بتختلف في البداية. احنا عندنا في مصر هنا يوم الجمعة هو أجازة، ولكن يوم السبت بتبدأ المصالح الحكومية والناس تنزل شغلها، فبالتالي الأسبوع عندنا بيبتدي بيوم السبت وينتهي يوم الجمعة. طيب في فرنسا عندهم يومين 2 أجازة، عندهم السبت والحد أجازة، فبالتالي الأسبوع بتاعهم بيبتدي يوم الإيه؟ بيبتدي يوم الاثنين. يبقى خليك فاكر المعلومة دي، إن مصر عندنا يوم واحد أجازة يوم الجمعة، فالأسبوع عندنا بيبتدي يوم الإيه؟ يوم السبت. إنما في فرنسا الأسبوع عندهم الجمعة السبت والحد أجازة، فبالتالي الأسبوع بيبتدي يوم الاثنين. فبالتالي إحنا دلوقتي هنقسم أيام الأسبوع إزاي؟ هنكتب en France في فرنسا، وهنا قصادها هيبقى en Égypte في مصر. أيام الأسبوع في فرنسا وفي مصر. إحنا قلنا فرنسا عندهم السبت والحد أجازة، يبقى الأسبوع عندهم بيبدأ بيوم الإيه؟ بيبدأ بيوم الاثنين. يوم الاثنين اسمه le lundi. le lundi. le mardi. le mardi. le mercredi. le mercredi. le jeudi. le jeudi. le vendredi. le vendredi. le samedi. le samedi. le dimanche. يبقى أيام الأسبوع في فرنسا بتبدأ بيوم الاثنين le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. ادي ايام الاسبوع في فرنسا، بتبدا يوم الاثنين وبتنتهي بيوم الحد. هي نفس الايام في مصر، بس هنبدا عندنا في مصر الجمعه اجازه، اذا الاسبوع عندنا بيبدا بيوم السبت. يوم السبت عندنا في مصر اسمه ايه بقى؟ لو سامدي، سبت. الحد لو ديمانش، لو ديمانش. ونطلع نجيب من الاول تاني بقى لو لاندي، لو ماردي، لو mercredi, le jeudi, le vendredi,
يبقى ايام الاسبوع في مصر هي نفس ايام الاسبوع فين؟ في فرنسا، مع اختلاف البدايه. فرنسا عندها السبت والحد اجازه، اذا الاسبوع بيبدا بيوم الاثنين وينتهي بالحد. انما في مصر عندنا الجمعه بس هي اللي اجازه، فالاسبوع بيبدا السبت وبينتهي بالجمعه. ننطقهم اخر مره: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. هتلاحظ ان كل ايام الاسبوع محطوط قبلها لو. اذا كل ايام الاسبوع مالها مذكره، يبقى احنا عندنا كلمه يوم مذكره وكل الايام مذكره، ولكن كلمه سمان الاسبوع مؤنثه. طيب هي ايه الاسئله المتعلقه بايام الاسبوع في المنهج عندي؟ يقول لي انت تسال صديقك عن لو نومبر دي جور. نومبر دي جور يعني عدد الايام، تسال صديقك عن عدد الايام الاسبوع. طب شكل السؤال يكون ازاي؟ انا عايز اقول له كام يوم يوجد في الاسبوع، يبقى combien de jours، كام يوم il y a يوجد dans la semaine. يبقى معناها كام يوم يوجد في الاسبوع. يبقى لما يقول لي انت تسال صديقك عن عدد ايام الاسبوع، يبقى هتسال بايه؟ combien de jours il y a dans la semaine. طب هو ممكن يشقلب لي في السؤال ده يغيره لي؟ ممكن يبدا بكلمه il y a اهي، وهي نفس المعنى. il y a يوجد، combien يوجد كام، de jours يوم، il y a combien de jours dans la semaine. هي نفس المعنى، يوجد كام يوم في الاسبوع. يبقى لما يجي كده في اسئله المواقف يقول لي تسال صديقك عن عدد ايام الاسبوع، عارفين اللي بيسال عن العدد combien de، وعارفين ان combien de الد بتاعتها مالها ثابته لا تتغير ابدا، في حين الكلمه اللي بتيجي وراهم كلمه ايه؟ كلمه جمع. طب افرض السؤال ده جالي في الايميل تحت وبيقول لي كام يوم يوجد في الاسبوع، اجاوب عليه واقول له ايه؟ طب ما احنا عارفين ان يوجد 7 ايام في الاسبوع، زي ما قلناها كده بالعربي يوجد إليا 7 6 ايام جور في الاسبوع دون لا سمين، دون لا سمين. Il y a 7 jours dans la semaine. ادي فكره في ايام الاسبوع. يسالني عن العدد، طب ممكن يسالني عن ايه كمان؟ يسالني عن الكونجي. ايه؟ ايوه، كلمه اسمها لو كونجي، يعني الاجازه، بتساوي كلمه اسمها لو ويكند. يقول لي انت تسال صديقك عن لو كونجي الاجازه en France، امتى الاجازه في فرنسا؟ انت تسال صديقك عن لو ويكند الاجازه في مصر. هي لو انا عايز اسال عن الاجازه اقول له كون، ونحفظ بقى كون معناها متى. كون ايه؟ متى تكون لو كونجي او لو ويكند en يا اما فرنسا او ايجيبت. كون ايه او كونتي لو كونجي او لو ويكند ان فرانس، او ممكن يقول لي لو كونجي الاجازه ان فرانس او ان ايجيبت سي كون تكون امتى. الاجازه في مصر او في فرنسا تكون امتى. يبقى انا اعرف هنا كلمتين مهمين، ان كون معناها متى، بتسال عن اليوم الشهر التاريخ السنه الميعاد، عن كل حاجه تخص الوقت. كون ايه لو كونجي او لو ويكند، متى تكون الاجازه. ممكن يجيب لي الاجازه قدامه ويقول لي تكون امتى. طب افرض السؤال ده جالي في الايميل،
تحت، وبيقول لي متى تكون الأجازة في فرنسا أو متى تكون الأجازة في مصر. الإجابة سهلة جدا، أروح جاي كاتب له مثلا كده le congé en France، الأجازة في فرنسا، et تكون le samedi يوم السبت et le dimanche ويوم الأحد. طب افرض ان كان السؤال الايميل بيقول لي متى تكون الاجازه بس في مصر، هغير له كلمه فرانس واخليها له مصر اهي، لو كونجي اون ايجيبت، الاجازه في مصر، اي تكون مصر عندنا يوم واحد اجازه غلبان اللي هو يوم الجمعه، لو فوندردي، فوندردي. ادي الاسئله اللي ممكن تجي لي على ايام الاسبوع. يقول لي كم عدد ايام الاسبوع، يقول لي امتى تكون الكونجي او الويك اند. اعرف اجاوب على الاسئله بتاعه الايميل لو جات لي بالشكل ده هكتبها له. طب فاضل ايه تاني؟ فاضل يسالني عن كلمتين موجودين في كلمات الدرس، كلمه اسمها لو بريمير وكلمه اسمها لو ديرنيير. لو بريمير معناها الاول، ولو ديرنيير يعني الاخير. وعندي فعل اسمه كومونسي يبدا، وفعل سو تيرميني ينتهي، برضه هيستخدمهم في التعليق على ايام الاسبوع. يبقى خلاص عرفنا ازاي اسال عن عدد ايام الاسبوع، وازاي اجاوب عليه عشان لو جالي في الايميل، وازاي اسال عن الاجازه واجاوب عليها لو جات لي برضه في الايميل. طب ممكن يجيب لي ايه تاني في اسئله الايميل او في اسئله المواقف؟ يقول لي انت تسال صديقك كون متى يبدا فعل كومونسي، لازم انا ابقى عارف الفعلين دول كويس جدا. فعل اسمه كومونسي يعني يبدا، وعكسه فعل se terminer، se terminer ينتهي. commencer يبدا، se terminer ينتهي. يجي مثلا تحت في اسئله الايميل يقول لك quand متى la semaine الاسبوع en France في فرنسا commence يبدا، يبقى هتقول له ايه؟ la semaine en France commence par le lundi. او ممكن يقول لي quand la semaine متى الاسبوع se termine ينتهي en Égypte، امتى بيخلص في ايجيبت؟ يبقى هتقول له la semaine se termine en Égypte le vendredi يوم الجمعه. طيب يبقى احنا ممكن نكتب الكلمتين دول la semaine الاسبوع وهنكتب في النقط هنا يا اما فرنسا يا اما مصر، وبعدين نكتب كومونس يبدا بار لو كذا. على سبيل المثال la semaine en France commence par le lundi. La semaine en Égypte commence par le vendredi. ده لو حب قال لي في الايميل الاسبوع بيبدا امتى، هي نفس الجمله la semaine en وهنكتب له فرانس او ايجيبت se termine بينتهي ونكتب اسم اليوم. على سبيل المثال لو بيقول لي متى ينتهي الاسبوع في فرنسا، هقول له la semaine en France se termine ينتهي le dimanche. طب لو قال لي في مصر هقول له la semaine en Égypte se termine بينتهي le vendredi. طيب ممكن في اسئله الايميل برضو تحت يقول لي كلي ما يكون le premier أو le dernier jour en فرنسا أو إيجيبت. يعني إيه السؤال ده؟ هلاقي سؤال كده بيقول لي كلي ما يكون le premier أول
أو لو ديرنيي آخر جور يوم en France أو en Égypte. السؤال ده ممكن يقول لي أنت تسأل صديقك عن أول يوم في الأسبوع فماذا تقول؟ Quel est le premier jour en France أو le dernier jour en France. افرض السؤال ده جالي في الايميل بيقول لي ايه اول يوم في فرنسا او اول يوم في مصر، ايه اخر يوم في مصر، اخر يوم في فرنسا، اجاوب عليه ازاي؟ هروح جاي كاتب له كده le premier jour اول يوم en وتكتب له فرنسا او ايجيبت يكون le وتكتب اسم اليوم. على سبيل المثال لو كان بيسألني في الايميل ايه هو اول يوم في فرنسا هروح جاي كاتب له le premier jour en France est le lundi. طب لو كان بيقول لي ايه هو اول يوم في ايجيبت هقول له le premier jour en Égypte est le samedi. طب افرض بيقول لي le dernier jour en وتكتب فرنسا أو مصر et يكون le كذا وتكتب اسم اليوم. Le dernier jour en France est le dimanche. آخر يوم في فرنسا يكون يوم الأحد. Le dernier jour en Égypte في مصر est le vendredi يوم الجمعة. إذا دي الأسئلة والأفكار المتعلقة بأيام الأسبوع لو حب يجيب لي عليها أسئلة في الامتحان. دنيا سهلة وبسيطة، تذاكر الكلمات والحاجات اللي أنا بكتبها دي كويس عشان لو جات لك في أسئلة الإيميل بإذن الله. ملحوظة أخيرة وإحنا علقنا عليها إن كل أيام الأسبوع مذكرة، فممكن أيام الأسبوع نكتبها لاندي معناها كل يوم 2 من كل اسبوع. هي نفسها لما نكتبها تو لاندي هي نفسها نفس المعنى، معناها كل ايام الاثنين. انا عايز اقول لك هنا خلي بالك ان ايام الاسبوع ممكن احط قدامها تو لجمع المذكر معناها كل ايام الاثنين من كل اسبوع. ده فيما يخص ايام الاسبوع والافكار الاسئله المتعلقه بيها اللي ممكن تجي لي في الامتحان سواء في المواقف او في الايميل. ولو حب يجيب لي في الجرامير هيسالني هي كلمه جور كلمه مذكره ولا مؤنثه، كلمه سمان مذكره ولا مؤنثه. يجي يسالني مثلا في كومبيان دو جور، خلي بالي ان الد بتاعت كلمه كومبيان لا تتغير ابدا. هيسالني في ايام الاسبوع بتحط قبلها لو ولا اون ولا لا، ابقى عارف ان ايام الاسبوع بيجي قبلها دايما لو للمفرد المذكر، ولو جمعها هحط قبلها ليه، او لو جاب لي تو واشكالها هختار تو بتاع الجمع المذكر لان كل ايام الاسبوع مالها مذكره. اخلي بالي من كلمه بروميير وكلمه ديرنيير، اخلي بالي من فعل كومونسي وفعل سي تيرميني، وابقى عارف كلمه اجازه يعني كونجي بتساوي كلمه ويكند زي الانجليزي بالظبط. خلصنا الجزء الاولاني من الدرس ويلا بينا على الفيديو اللي بعده في الجزء الثاني والمهم جدا من الدرس الثاني في الوحده الثانيه. واوروفوار.